السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احبابي؟ النهاردة هنعمل دبوس الشعر او توكة للشعر بالشكل ده. الماتيريال اللي احنا هنحتاجه طبعا زي ما انتم عارفين، خرز اسمه تفسيرة، خرز صغير كده. معانا هنا لولي صغير مقاس 8 ومقاس 6. معانا هنا كريستال برضو، ده كريستال برضو، وده كريستال. الكريستال ده مقاس 8 ومقاس 6، والكريستال ده مقاس 4 ومقاس 2. ومعانا برضو شوية ألماظ كده. احنا هنبدأ نعمل ازاي؟ احنا عايزين نعمل توكة للشعر. التوكة دي فهنبدأ نشتغل فيها ازاي؟ انا هعمل فيها كذا شكل، فانا هوريكم شكل بحيث ان اللي يحب يعمل شكل واحد منها اهو يبقى عارف طريقة الغرزة بتاعتها، او هيبقى عارف طريقة الشكل بتاعها. فانا في عندي سلك اهوت، بس انا في نوع منه انا لفها على دي، وفيه النوع اللي هو لسه بحاله زي ده. طبعا سلك النحاس انتوا عارفينه، قلت لكم عليه كتير قبل كده، بيجي من حاره المزين او من حاره اليهود. طبعا في اخر شارع بورسعيد، في العتبه يعني. فانا هاخد حته مش هقيس اطولات، لان التوكه انا هعملها صغير. دي انا هعمل عليها صغير وكبير، فمش محتاجه اطولات. فانا هاخدهم قد بعض كده بالظبط. وانا عايزه اعمل التوكه ادخل فيها لبني، علشان لو عروسه هتلبسها في فرح مثلا، او واحده هتلبسها في فرح اختها على فستان لبني، يبقى هي الشكل ده. في اشكال تانية كتير، هعمل معاكم البامبا وهعمل معاكم كل الالوان ان شاء الله. انا لضمت 3، 2 لبني وواحدة من دي التفسيرة دي في النص، والف كده 8 لفات. تمام. هي نفس الغرزة اللي انا عاملاها لكم قبل كده بتاعت الهربيز، ونفس الطريقة، بس يعني الشكل بقى مختلف. هلف برضو، اخد واحدة لبني وواحدة كريستال صغير اهو، وهاخد انا اتني كده، اشوف الطول اللي انا عاوزاه الف بالطريقة دي اهو. انا اوسع لكم عشان بس الدنيا تبقى قدامكم واضحة اهو. وبعدين هقوم لفة كل 3، 1 2 3 اهو، 3 لفات. انا ممكن الضم الخرز كله في السلك وما اقطعوش، يعني الضم واحده وواحده لما املى السلك كله، وبعدين اخد من السلك على طول الف. بس هو انا بفضل اخد واحده كده وواحده كده، علشان انا ممكن اغير في الشكل، يعني مش عايزه التزم بشكل واحد، يعني انا ممكن اعمل الفرع بكذا شكل اهو. هتنيها كده وهلف بالطريقه دي كده، واقوم هلف كل برضه مره واحده اهي. اعمل لكم كمان واحده عشان الف 3 كده. انا الدبوس الشعر ده واحده عزيزه عليا طلبته مني، وطلبته اللون ده، فعشان كده انا عملت اللون اللبني. انا كنت عايزه اعمله كله الماظ وكريستال، بس هي قالت فستاني لبني وهحضر بيه خطوبه اختها. وعلى فكره اختها واخده التاج من عندي برضو، اللي هو اللي انا كنت، بس انا ما صورتوش، لان هي كانت عايزاه سريعا. فانا ما كنتش بقى التصوير انتوا عارفين عايز تحضير، وانا ما كنتش بقى لازم اخلصه لها بسرعه. جابت لي هي شكل تاج، انا عملته لها الحمد لله، طلع نفس الشكل وتحفه يعني. وهنلف بقى التلاتة كده فوق بعض اهو، 3 لفات. ده الشكل اللي انا عملته. في شكل تاني برضو اوريهولكم،
بس بالالماظ اللزق. يعني انا هعمل الماظ لزق. هعمل كده، نلف 8 لفات كده، عين فاضيه مش هنحط فيها اي حاجه خالص اهي. هنبدأ نركبها هنا على الدبوس او المشط. هنركبها ازاي؟ بص، احنا بنركب ادي مثلا ادي الشكل ونفس الشكل بتاعه اهو، مثلا اهو ادي شكلين وده شكل ونفس الشكل بتاعه اهو. فانا هاجي على الشكل ده، هاجي هنا كده كده اهو.
كده يبقى خلصت يا حبايب قلبي. اهو كده خلصت دبوس الشعر بكل سهولة، وما خدش مني وقت. وكده يبقى انا ايه عايزاكم بقى تعملوا وتنفذوا الفكرة ديت ان شاء الله، هتبقى حلوة قوي قوي معاكم. واللي عايز يعمل لنفسه بيعمل، يعني اللي عايز عنده مناسبة وعايز يعمل لنفسه. انا اللبني يعني برضو هو انا حطيته بس برضو خفيف شوية. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسونيش من اللايك والشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله.